دايما انت حطيته في عبء. لا والله اهو انا كنت اصل والله ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. تيست تست 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 تست. الحاج محمد علي تمام. شغال ولا زي معتز؟ احنا النهارده طالعين بودكاست مع بعض. بودكاست ايه؟ بودكاست ايه؟ عادي احنا على طول بنقعد مع بعضينا، فقررنا ان احنا نقعد ونشارك القعده الجميله دي مع الناس كلها. وطبعا عندنا باشمهندس وليد وباشمهندس براء مطنشنا خالص ومش قاعدين معانا اصلا، قاعدين بيتكلموا سيستم تاني خالص. فقررنا ان احنا قاعدين القعده دي عشان نتناقش مع بعضينا، مش نتناقش اتنين مع بعض. تمام، فيعني نتناقش كلنا مع بعضينا. فاول سؤال احنا هنعمل حاجه حلوه. كل واحد هيفكر في سؤال، تمام، يخش الاوتوميشن، يعني نتكلم على الاوتوميشن. باشمهندس مهم ما كانش نفسه نتكلم على الاوتوميشن، بس احنا هنتكلم على الاوتوميشن لان احنا ما نعرفش حاجه غيره. تمام، يعني احنا ما نعرفش حاجه عن غير الاوتوميشن. معانا ناس كويسه قوي في السيلز، معانا ناس كويسه جدا في التكييف. تمام، عندنا في المكيفات او بالسوري ما اعرفش هي بتتقال ايه، بس هي تكييف، بالتكييف. تمام، ومعانا باشمهندس شريف من ومعانا باشمهندس مندوب لسه ما نعرفش هو فين دلوقتي. لسه هو باشمهندس عبد الله ساب الاوتوميشن اصلا، بس هو معانا برضه في الاوتوميشن. ومعانا وجه، مش وجه جديد بقى، يبقى معانا على طول ان شاء الله باشمهندس اقول ما انا عارف باشمهندس احمد حبيب، بس اقول شركه النخبه. تمام، شركه النخبه من العراق، لأنه من العراق. يا جماعه هننزل في التتر ان شاء الله كل الشركات. تمام، بالاسامي. الراعي يدفع. اللي بده الراعي مين الراعي؟ لا اي سبونسر. السبونسر. حلقة سبونسرد باي ايفري سبارسيو. هذه الحلقه سبونسرد باي. ايه ده؟ لا ما تطلعش يوتيوب. ماشي، خلينا اوبن لاي سبونسر حابب. احنا اوبن لاي سبونسر. تمام، طبعا هتبقى منول السبونسرز لينا. مش سامعك على فكره عشان المايك مش معاك، بس الحمد لله. عمر يا رب اصلا الصوت يكون واضح، ما نبقاش بنتكلم ويبقى فيه لابسنج اصلا. كده نشوف نشيك. ماشي، حلو، مش مشكله. طب هنعمل تشيك وهنبدا نرجع تاني. احنا اتاكدنا ان الفيديو شغال، ويا رب الفيديو ده كمان يكون شغال. عشان لو مش شغال هتبقى مشكله كبيره جدا. تمام، ومش هنقعد القعده دي تاني. تمام، بس ان شاء الله لا هنقعد على طول ان شاء الله باذن الله. فاحنا هنبتدي كده ومعانا باشمهندس حسين مشرفنا من مصر. باشمهندس ماجد، لا باشمهندس ماجد بيقاطعنا، فمش مش هعمل اي حاجه. باشمهندس ماجد طب خلينا باشمهندس حسين معانا من مصر. شركه ايه بقى حاليا ولا مفيش شركه؟ ما تقولش، مش هنقول اسامي شركات، هنقول اسامي شركات في التتر. هنقول اسامي شركات في التتر، والشركه اللي هتعمل سبونسر هنحط الاسم بتاعها بس. حلو كده. اول شركه هتحط سبونسر. معانا سبونسر، معانا كنيس 3700 يطلع اذا وير بيدنج انا بطلع لل 300 عادي. طيب انا معي اوثرايزيشن اطلع لل 300 عادي. 350 خلاص. 350 ايه بقى؟ ما هو كام؟ 350 كام؟ 350 كي روبي. لا مش هتفرق معاك. تمام. طيب باشمهندس حسين معانا من لا شركه. بعد كده باشمهندس ماجد اللي مطنشنا اصلا، مش عارف بتسكرول على ايه دلوقتي، انا مش فاهم. يعني باشمهندس يعني باشمهندس ماجد لو تبقى معانا يبقى شكرا جدا والله، بس بلاش التناكه، بس ما تتنكش علينا. ما تتنكش علينا. باشمهندس ماجد لا مش هنقول شركات، كنت هقول والله معلش انا اسف. خلاص تحب نقول؟ ماشي. باشمهندس ضياء، مش هنقول شركات برضو، بس باشمهندس ضياء من احسن الناس اللي بتشتغل في التكييفات. حلو برضو. تمام. في التكييفات. تمام، فاي حد عايز يشغل تكييف باشمهندس ضياء موجود، بره وجوه. تمام. باشمهندس مهاب معانا. تمام، تحب تقول حاجه؟ احب اقول شكرا. باشمهندس مهاب هيحب يقول شكرا. بقول لك يعني
ندي لكل واحد كده يا مهندس. مهم مثلا انت لا ما احنا هننجز عشان نخش في الموضوع على طول. عايزين نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. برودكشن قد ايه يعني؟ ما انا باشمهندس عبد الله معانا من اللي سابنا وخلاص وناوي يسيب الاوتوميشن، والله يذلك وسايب يسيب الاوتوميشن في دمي ما اقدرش. بجد موجود معانا في دمه الاوتوميشن باشمهندس مندوب. باشمهندس ممدوح اللي عمل هو السبب في قعدتنا بصراحه، وهو السبب في ان هو عمل الجروب اصلا اللي لمنا كلنا. تمام. يا سبحان الله يا سبحان الله. الجروب اصلا كان معمول في مصر، بعد كده اتنقل والناس بتشتكي ان هو بقى جروب خليج. تمام. احنا مش جروب خليج، احنا معانا الشام برضو ومعانا كل حاجه، وغصبا عنكم هيبقى اي جروب مش فارقه. المهم في نوعيه معينه مش هتخش الجروب. والله يعني انا جالي ناس بتتكلم بتقول لك الجروب قلب خليجي، انا مش عارف ليه. تمام. بس احنا موافقين، ما عندناش اي مشاكل. الجروب كيف المهم قلب خليجي ولا شو دخل؟ ما احنا فين؟ خلي بالك انت صوتك طالع عشان انت معاك المايك. انا فاهم بس آه. انا مستوعب. هو سؤال حقيقي يعني. لا اصل انا بتسائل بس. التساؤل بيطلع في المايك برضه. اوقات تفتكر عشان تساؤل في المايك هيقفل. طبعا مش هنقول اسامي، مش هنقول شركات، قصدي مش هنقول شركات، لا هنقول اسامي طبعا. باشمهندس احمد يسري، مش هنقول شركات. لا المايك بقى خد المايك. باشمهندس احمد يسري اول مره معانا فهنسمح له الصحبة الجميلة دي بالمقولة. بصراحة يعني ربنا يديمها إن شاء الله، وبإذن الله نبقى مع بعض دايما يعني. باذن الله باذن الله. من الديستريبيوترز. خد المايك. لا ما احنا نحفظ بقى. معلش اول مره نجرب الموضوع. مهندس احمد يسري من الناس الديستريبيوترز اللي موجودين. طبعا احنا القعده دي الحلو فيها ان فيها مانيفاكتشرز وديستريبيوترز سيستم انتجريتورز، مش هشاور على المانيفاكتشرز. مش هشاور. مهندس احمد شركه هم ديستريبيوتر اللي بس خلاص بقى احنا هنقول عادي بقى، الراجل معلوش طب وايه ده؟ طب والناس بقى جنب وايه مين؟ في طبعا باشمهندس شريف معانا غني عن التعريف. تمام. طب هتقول لنا بقى حاجه طبعا. عمر انا ما عملتش حاجه. عمر لا لا هو يعرف عنه مجنون كان خلاص. اه عرف عن نفسه. باشمهندس شريف مجنون كان نكس. تمام. طبعا يعني يلا يا باشمهندس شريف ما هتاخد المايك. طيب انا يعني مبسوط جدا بالقعده دي. انتوا عارفين ان انتوا صحابي واخواتي يعني، فيعني يا رب يديم علينا القعده دي على طول، يا رب ونفضل نشارك معلوماتنا كده مع بعض باذن الله. ونعيش كومباتيتورز على طول. نعيش كومباتيتور على طول. باشمهندس وليد. لا ما راح احكي، مش حكينا لا. من غير شركات. من غير انجلش. شركات صح؟ خش عربي على طول. باشمهندس وليد من غير بزنس انجلش. ديفلوبمنت مانجر لشركه كبيره في دبي بس. سبونسر باذن الله يبقى السبونسر. وهو اللي هيبقى السبونسر لينا ان شاء الله. احنا ان شاء الله بنبقى السبونسر لها. خلاص تمام زي الفل كده. سبونسر عندنا بس ساعتها بدك تحط 10K بلس. بدك تحط غير هيك ما بقى خلاص بقى مش كواك. لا احنا كده انت اصلا بتقول اسم هيودينا في داهيه اصلا. يعني انت بتقول اسم اصلا احنا كده خلاص. احنا خلاص. الحلقه اوف لاين الحلقه اوف لاين مش اون لاين. طيب باشمهندس براء معانا السبونسر الاول عشان انت اللي قلت الاول. اول حلقه نعم. صاحب الشركه رجعنا. بتقول اسم الشركه عادي. لا تطلع مش هقول ايفوري. لا مش هقول ايفوري. مش هقول انا ايفوري. انا ما راح اقول اسم الشركه، هم اللي قالوا انا ما اعرف. بنعمل مشاريع حلوه جدا جدا جدا. باشمهندس احمد الحريري طبعا. شكرا جزيلا طبعا، عاشتكم شباب، اتشرف بكم طبعا، فرصه طيبه انه شكر طبعا للمهندس ضياء على كل الترتيب صراحه. باشمهندس ضياء ساكت ما بيتكلمش لا ولا والله اي حاجه حقيقه. وانا اول شغله تشرفت انه محمد علي، انا طبيت الكينكس عن طريق محمد علي. ربنا اول يخليك. واحد ربنا بيسك يخليك. كان. عايز اديله المايك بس. المايك انا ما اديتلكوش معانا حد المايك. من اهلنا في العراق عشان الناس دي غاليه علينا خصوصا جدا، فسقفه صغيره بس معلش. تعرف اسقف المايك. طيب احنا دلوقتي زي ما اتفقت. انا اتفقت مع نفسي. اتفقت مع نفسك انا قررت اتفقت مع نفسي. تمام. انا جمعتكم النهارده علشان أنا مش فاضي بكره. انا حرفيا مش فاضي بكره. تمام. فانا جمعتكم النهارده. ده بجد. ده بجد. ده اللي حصل. كات يا ابني كات. كواك. دخلنا المتابعين معانا في حاجات شخصيه قوي وتصاريح وبتاع. طيب خلاص. احنا المفروض نطلع لايف تيك توك ونخليهم يكبسوا احنا وبتاع. خلاص. احنا الفيديو ده هيروح فين بعد الفيديو ده؟ هيبقى 7 جيجا مثلا. ما انت 7 جيجا مش مشكله. اللي عايزه هنمنتج ما تقلقش. طيب احنا هنروح على كل شخص. وكل شخص هيفكر في سؤال لطيف جدا يساله، واللي عنده رد عليه يجاوب عليه. تمام. لان اكيد مش كل الاسئله كلنا هيبقى عندنا اجاباتها. تمام.
فاللي عنده يرد عليه يرد عليه، ياخد المايك ويرد عليه. اتفقنا؟ وهنبتدي. تحبوا تبتدي منين؟ طيب انا هبتدي اتكلم. انا حلو اول سؤال. دلوقتي الكينكس تقريبا موجود من 1990، يمكن قبل كده بشويه، بس اوفيشالي بقى سنه 1990. احنا النهارده بعد 35 سنه، هل شايفين الكينكس بقوه زمان ولا دلوقتي بقى اقوى؟ وهل كمان 10 سنين من دلوقتي هل هيفضل كينكس بروتوكول في نفس المستوى، ولا في حد هياخد منه حته من الكيكه، ولا هو هياخد الكيكه كامله وكينكس هيندثر زيه زي كودك ونوكيا والناس دي؟ هو السؤال ده اجابته حاجه واحده بس. ايه رايكم في بروتوكول الديلي؟ هل هيقدر ياخد التورته او الكيكه من الكين اكس ولا لا؟ هو دالي كان موجود من قبل كينكس، يعني دالي طول عمره كان موجود، ودالي بدات تتفق مع كينكس لما لقيت ان الكيكه بتتاخد منها بالظبط. اصلا، عشان دالي كان بعدها دالي باور سبلاي، دالي سنسورز، دالي دالي جيت واي، حتى كان في دالي فيس ديمينج، دالي سويتشنج، دالي ار جي بي، كل حاجه دالي. الباص دالي لما لقى ان الكينكس بدا يسحب قال لك لا تعالى بقى نقعد على ترابيزه، انا همسك البلست وانت ايه خد الباقي. وهذا لا يغني ان في سيستمز لسه بتطلب دالي كامله. في واحد بيجي يقول لك انا عايز دالي سيستم، ما تحطليش كينكس زي كين اكس دلوقتي في انا في الحته دي، يعني انا هستفيد منكم، بس انا عايز اعرف يعني الكين اكس فيه بروتوكولز تانية تقريبا بتعمل نفس الحاجات اللي كين اكس بتعملها، الكلوز بروتوكول عموما زي مود باص مثلا او غيره. كله. دالي بقى في حاجه تانية زي دالي بتعمل نفس اللي دالي بيعمله؟ ما اعتقدش. عايز تقول؟ لا قول اتفضل. هلا طلع اكبر تهديد على دالي والاولويز بي هلا حاليا في القرن في 2025 is the wireless systems. هلا حاليا اول iteration للوايرلس سيستمز اللي هم زيجبي وزي ويف، زيجبي وزي ويف كانت implementation ضعيف بس for a strong idea. طيب لانه الريدكشن in civil cost، طيب، وسهوله الانتجريشن تبعت الوايرلس سيستمز بتخليها هي اكبر تهديد على الكينكس. ولكن بتخليها وعلى الدالي طبعا اكيد، بس بنضل احنا لما تيجي بتحكي قوه كين اكس وين بتيجي؟ قوه كين اكس اول شيء الهيريتج، هذا كتير قوي. الهيريتج تبع 35 سنه والانتجريشن وذ مالتيبل نيش سوفت ويرز لنيش اندستريز، هذا لسه كتير بعيد عن الوايرلس. فمن هاي الناحيه لا ما فيش عليهم تهديد. ولكن لما بنحكي احنا على ريزيدنشال، احنا اني دويلينج احنا بدنا نركب فيها سمارت سيستم، والسمارت سيستم هلا زي ما حكى المهندس هو بلش من 35 سنه كان كتير نيش. هلا it's becoming more of a mainstream product ومور asked by the main developers. طيب والمين كونتراكتورز اكثر ما انه انت عم تعمل ريترو فيتنج. الدويلينج اذا عم تحكي about residential dwelling فهذا اكبر تهديد للكينكس بيجي من الريزيدنشال دويلينج. hospitality airports commercial dwellings ما اعتقد وايرلس بيقدر يدخل عليهم حاليا، واعتقد كتير بعيد، خصوصا لانه انت عم تحكي على انتجريشنز مع اوبرا وشغلات معينه في الهوسبيتاليتي في الكوميرشال. هون هذا جد صعب. اذا بنحكي على اكبر تهديد للكيانكس is gonna be one of the خلينا نحكي second generation iterations زي ماتر مثلا. انا اعتقد ان اكبر تهديد للدالي هو دي ماكس. طبعا دي ماكس دلوقتي الكنترولرز اللي فيها بقت تعمل اللي بتعمله دالي، فبقينا نشوف المينستريم دي ماكس ونلاقي كنترولرز دي ماكس اون اوف، دي ماكس فيس ديمينج، وبدات يبقى في دي ماكس تيونابل وايت، بقيت هتلعب برضو مع الكلر تشينجينج. الدي تي 8 بتاع الدي ام اكس بقى يشغل الدالي، بقى بيشغل السبوتات الدي تي 8 دي ام اكس. فهنا الدالي عمل انتجريشن مع الدي ماكس. ده انا بقى عايز اقول لكم في براند معين مش هتكلم عنه طبعا. البراند ده نزل اخر فيرموير قريب ان بيتحكم في بالاست اسمها دي تي 51، ما اعرفش سمعتوا عنه ولا لا، بس دي تي 51 بقيت كمان تقرا الكونسامشنز بتاعه الدالي بالاست، بحيث ان تقدر تعمل انرجي سيفنج لما
بتشوف الكونسومشن بتاعها سواء باور او انرجي. بس لازم البالست ما يبقاش دي تي 8 او دي تي 6، دي تي 51 which is كانت بالنسبه لي معلومه جديده، انا ما كنتش اعرف ايه الدي تي 51 ده. هو اللي انا وكان قبلها بيومين ثلاثه كان جالي الكلاينت قال لي انا محتاج اقرا الكونسومشن بتاعها، فتفكير المتواضع قلت له تعالى بقى من المين ستريم بتاع السيركت نفسها ال 220 هندخلها على انرجي ميتر او هندخلها على اكتويتر ويز كارنت ديتكشن مثلا، ونجيب الامبير ونضرب في الفولت، هندخل بقى معادلات تانية كهرباء يعني. يعني بلس كمان حضرتك قلته، لا ده كمان لو في فيلير حصل بتقول لك ان في فيلير حصل في الدرايفر المعين. لا هو ده موجود يعني، ده لي نفس واحده من بتاعة الحاجات الباور الفيلير consumption. بتاع البالست والفيلير بتاع اللايتس لا لا، اكيد. ده ادالي مع الباور كونسامشن بتاعه اللي هو بيحسب ده كمان لو حصل فيلير بالدي تي 51 بتعمل نفس القصه دي، وبتعمل ديتكشن لو حصل لك فيلير في درايفر معين. بالظبط بالظبط. نرجع تاني للسؤال. انا عايز ارد عليه برضه حاجه سريعه كده. نرجع للسؤال بتاع الكي ان اكس، في تهديد عليه ولا لا؟ انا شايف ان في ماركت اكسبانشن. فمثلا لو كان في ليتس سي ان ليتس سي ان في مثلا 100 بروجكت، ال 100 بروجكت دول كل بروجكت فيه 10 برودكتس، فانت كده بتتكلم ان الماركت فيه 1000 برودكت. انا شايف ان الماركت دلوقتي لا بقى فيه اكسبانشن، فبدل ال 1000 برودكت دول بقوا 10000، وبالتالي الكي ان اكس زي ما باشمهندس وليد قال عنده ادفانتجز في موضوع مثلا الادفانسد سيرفرز زي كنترول 4 وكريسترون وايلان وسمان وزي كده، فهو لسه محتفظ بالحته بتاعت النيش ماركت، وكمان الحته بتاعت الهوسبيتاليتي، وان هو بلاتفورم كبيره عندهم فرايتي كتيره. دي حاجه انا مش شايف ان حتى ماتر او كده لسه ما وصلوش ان في في فرايتي كبيره. اللي هي لايت دويلنج، ميديوم دويلنج اند هاي ترافيك دويلنج. اي دويلنج اللي احنا لو نيجي بنوزعهم، دويلنج يعني اي مبنى بده يسكنوا بني ادمين بدهم يروحوا ويجوا فيه. انت عندك لايت ميديوم اند هاي ترافيك دويلنجز. هاي ترافيك دويلنجز انت عم تحكي على 10 ملايين انسان بالسنه بدخلوا هذا المبنى وبيطلعوا منه، شغلات زي المطارات. بعدين في عندك الميديوم سايز دويلنج اللي هي اي شيء من تقريبا 50,000 لحديت ال10 ملايين، اللي هو مثلا شغلات زي المولات، شغلات زي الهوتيلز. هدول ار completely مسكرين لكي ان اكس. حتى الدالي would be a very difficult ask، لانك انت عم تحكي على an amount of investment that does not take risk اصلا. لما بتكون عم بتحط قاعد في اوتيل جديد، انت عم تبني قاعد الاوتيل بحدود عم بكلفك بحدود ال 300 لل 500 مليون درهم. مش حتجرب بنفسك يعني، فهمت علي؟ ولا حتجرب حتى ببراندز جديده. يعني it's a very difficult thing حتى for non-legacy brands من KNX يدخلوا على هدول الماركتس. They never go into the higher end of the market. They usually go للي هم للاوتيلات. مود باص دخل وتربع. انا عايز ارد على السؤال بتاع مود باص دخل وتربع وقعد ومحدش عارف ايوه انا عايز ارد على السؤال ده وبعد كده اخش السؤال ده. خلي محمد لا انا عايز ارد على سؤال التهديد ده بس. ماشي في الجي ار ام اس. في الجي ار ام اس ايه التشالنجز اللي ممكن تكون بتفيس الكان اكس في الانتجريشن مع الفاسيلتيز بتاعت الاوتيل؟ يعني زي مثلا الاوبرا، زي تمام اتفضل. بس الراجل ده بس معلش يا علي تمام. رد على التاني. هو بس رد على التهديد فكره عشان- بس السؤال الاولاني هو سؤالك حلو على فكره، يعني لطيف صح، انا مستني رد. تمام. بس هو فكره التهديد انا مش شايف اي تهديد. حبيب قلبي يا سلام. انا مش شايف اي تهديد لاي براند او اي سيستم او اي بروتوكول، لان زي ما انتم يعني زي ما الواحد متخيل ان دايما ان في اي سيستم شغال ممكن يهددوا اي سيستم تاني، هي الناس دي قاعده شغاله على ان هي بتراجع كل واحد الكومبيتيتورز بتاعته ايه. زي ما احنا بالظبط كده في اي شركه انت بتشتغل انت بتشوف الكومبيتيتور بتاعك بيعمل ايه. فانا مش شايف ان في اي حد بيشوف اي تهديد. لذلك زي ما انت شايف دلوقتي كان نكس كان بيشتغل على ان هو وايرد سيستم، بدا يعمل الار اف سوليوشنز، بدا يعمل الاي او تي. يعني احنا بكره هنلاقي اصلا كان نكس الوايرد سيستم ده ما بقاش سوليوشن، احنا هندور على اي او تي. طب هو بيعمل كل الحاجات دي ليه؟ لان هو عارف ان في كومبيتيتورز بيشوف في تهديد لكل حاجه. فانا شايف ان ما فيش حاليا ممكن يكون في تهديد لاي سيستم. والدليل كده ان احنا لما بنشتغل باي سيستم، اي حد فينا طبعا شغال مع اي سيستم تمام ايا كان، مش هقول اسامي كواك تمام. تمام مش هقول اسامي، بس بيلاقي ان كل يوم في ابديت وفي جديد. ان مش بيعمل كده علشان هو حابب ان هو يحسن من نفسه، انا ما بحسش بكده بصراحه.
يعني ساعات بتلاقي الحاجه زي ما هي، ما تلاقيش اي تغيير، بس بيشوف ايه اللي ناقصه، وممكن الكومباتيتورز يهددوه فيه حدد وجوده. ويحدد وجوده فعلا، وبعد كده هو بيجدد فيه. فانا مش شايف ان هيبقى فيه اي تهديد، وكل واحد هيشتغل. واحنا داخلين دلوقتي في نوعيه من السيستمز، او مش هقول السيستم، نوعيه في التكنولوجي وهي الاي اي. تمام. اللي انا شايف ان كل توجهات الناس دي بتتوجه ليها دلوقتي، بتتوجه ليها لحد يعني انا برضو في ناس انا بقى في ناس بتجي لي بتعمل مشاريع تخرج، اكيد انتوا عارفين الناس، وبيجوا لكم ناس برضو بيعملوا مشاريع تخرج وكده. حتى الجامعات بدات تتجه ان هي تدخل الاي اي في الموضوع. فده ليه؟ ده لان هو ده دلوقتي اللي الشركات بدات تدخله، وده الدليل اللي بيخليني دايما احس ان مفيش حد بيواجه اي تهديد، كلهم بيسعوا ان هم يجددوا من نفسهم. فمفيش سيستم هيهدد سيستم. عارف احنا وصلنا هنا ازاي؟ اسال سؤال جديد من الاول وجديد، اسال السؤال. طيب احنا بنتكلم في الجي ار ام اس، فاحنا اتكلمنا ان احنا ممكن نحط الدور لوك هو او الدور كونتاكت، او لو مفيش دور كونتاكت فهو الدور لوك انتجريشن. بالظبط. هو بيبقى التريجرنج بوينت بتاعنا جوه الفندق ان الاوضه بتبقى اوكيبايد، يعني في حد ساكن جوه او مفيش حد ساكن جوه، ماشي. عشان الاوضه تطلع سيفنج او ما تطلعش سيفنج. صح. طيب حضرتك قلت ان كده كده السنسور اللي بيبقى في الانترنس هو اللي بيقدر يحدد او بيتريجر اخر حد شافه خارج او داخل، صح. في حد موجود او لا. طب احنا ليه بنحط سنسورز؟ انا عارف احنا مثلا ممكن هنا ما نحط السنسور في الحمام، بس ليه بنضطر ان احنا نحط سنسور جوه الاوضه؟ يعني جوه، يعني ليه ما نحط السنسور واحد بس في الانترنس، والسنسور ده يبقى خلاص تريجرنج بوينت، لو السنسور حس قبل الدور والدور اتفتح وقفل يبقى كده ما فيش حد جوه يبقى كده ما فيش انت حد جوه قاعد انت الاوضه. وزوجتك، تمام. انت نزلت تفطر وزوجتك قاعده بتتفرج على التلفزيون اوكي. او هي في الحمام. تمام. فدول 3 اماكن اللي انت تمام. ممكن تحطهم. في ناس تحط واحد كمان في البلكونه. هي الفكره كلها ديد زون بلكونه. تمام. فين المفروض اقول كله. وفين استنى بقى. مظبوط. يعني انت مثلا دلوقتي شوف بس كده. دريسنج فعلا. ده بالنسبه لك لايف زون وديد زون. تمام. بالظبط. فلازم تقفش كل والله شغال اهو، ما انا اهو. لا بس اصل هو بيتكلم، فهو الكلام اللي هو لا صعب، لا عيب والله. خد لا. هي الفكره كلها في حته اماكن السنسورات دي. انت فين؟ انت في الديد زون بتاعك ولا في اللايف زون بتاعتك؟ في الفنادق او في كل اوضه على حسب التايبس بتاعتها بيبقى ليها اماكن ديد زون ولايف زون. الدريسنج مثلا بالنسبه لك ديد زون ولا لايف زون؟ تمام. الدريسنج. دريسنج اوكي. انا من وجهه نظري هو ديد زون انت بتقعدش فيه كتير، لان التايمنج اللي انت حاطه عشان السنسورات تحس عشان تقول لك ان مفيش حد في الاوضه هيبقى اكبر من ان انت اصلا قاعد بتغير هدومك في الدريسنج. تمام. بالظبط. كنت لسه اقول لو في لسه واحده على مثلا لساني. قعدت جوه شويه الاوضه تقفل عليها. بالظبط. وده فاهم قصدي؟ عقاب. انا عندي سؤال. انا عندي سؤال دلوقتي. السنسورز عشان دي قصه انا قعدت اذاكرها جامد قوي. السنسورز عندنا انواع كتير قوي من السنسورز، تمام. والمشكله دي انا واجهتها قبل كده وانا ببرمج فندق قبل كده. السنسورز عندنا بي اي ار وعندنا فاكانسي، والليله القصه دي بتاعتهم كلهم. الشخص لما يبقى نايم دلوقتي ازاي السنسور هيتريجر الجزئيه دي؟ انا عايز الرد على السؤال ده عشان السؤال ده ليه ردود كتير جدا. طيب الاكيوبنسي انا هحكي لك حدوته حلو. بتحصل بسنسور ب5 جنيه من العتبه. حلو. مش بيقوم اي نوع. حلو. احنا قلنا ايه اللي بيتريجر الاوكيبنسي؟ الدور كونتاكت لما بتفتح الباب. حلو. سنسور شافك مره واحده وقال اللي انت جوه. انا بقول لك انت لو نايم، انت مش نايم، انت لو مت جوه قعدت 4 ساعات، فانت قعدت 4 ايام فانت اوكيبايد لغايه لما الباب يفتح ويقفل. طيب انت نزلت تفطر وزوجتك نايمه ما بتتحركش، بصه على الحيطه من الستات اللي هي بتنام بصه يمين، بعد 12 ساعه بتلاقيها نايمه في نفس المكان. انا سيرك، انا بعمل سيرك. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بتخش في حاجه اسمها فولس نون اوكيبايد. للاسف الاوضه بتقول ان الاوضه مش اوكيبايد، فبتبقى حاطه مثلا درجه حراره التكييف على 18 20، الانسول السولد ان اوكيبايد الاوضه بتخش في ستاند باي مود على 6 20، فرجعت تحس بالاحساس بتاعها. هل في حل جذري للموضوع ده؟ لسه نازل قريب. لا اسمه، قول لي اسمه ايه؟ اكيبانسي سنسور بلس. ده اكتر حاجه اشتغلت معايا في الجار ام اس. هي الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي ليها توابع. التوابع بتاعتها ايه؟ ان معنى كده انا لو داخل من الشباك او اي حاسس باي حركه ما حطيتش الدور كونتاكت بتاع الباب ان هو يبدا يقول للماجنتيك سنسور نوك نوك ابداوا حسوا.
انما انا انا اصلا حاطط الشرط الاولاني ان السنسور بتاع الباب او الباب يفتح ويقفل. كده انا ما خليتش الباب يفتح ويقفل فابدا اخش بيه. الاكيبنسي بلس سنسور بيبدا يحس بفرق درجات الحراره حتى لو هو نايم، او لو واقع او وات ايفر ايا كان، هو بيبدا يحس ان في حد موجود في الاوضه فعلا. بادي هيت. طيب ما حلو البودي هيت ده اكيد هل هو بيعرف بس من فرق درجه حراره جسم البني ادم ولا من فرق درجه حراره جسم البني ادم مع الحركه؟ لا، يعني درجة الموضوع حرارة ده جسم بيفرق البني كتير آدم قوي. مش مع الحركه، درجه حراره جسم البني ادم. اكيد. اكيد. طيب افهم منك ال بس ال عشان ال نكمل على نفس المثال تبع مهندس شريف، لو مات في الغرفة it's not occupied. نوت اوكيبايد ما جسمه عايز it's not occupied لأنه مستوعب عليه. نطلع عليه حدش ليه خلاص مات. خلاص هو مش هيحتاج التكييف اصلا دلوقتي، هو هيعفن براحته. هو اصلا هو بغض النظر هو لو في واحد في فندق وبقاله كتير ما بينزلش تمام، ويعني الفندق المفروض يقلق يعني بصراحه. ما لا، هو انت أنا هو الفكرة جالي انت السؤال ده مرة. تحقق الاوتوميشن بس ما تحققش المستحيل. على فكره انا جالي احنا مش السؤال، صحراء يا جماعه. انا جالي السؤال ده مره من حد بطريقه مضحكه، بس السؤال ده تريجر في دماغي حاجات كتير. افرض الجست مات هتعرف ازاي؟ انت دخلت الاوضه والسنسور قال اللي هو هو في اوكيبايد، سنسور ودخلت كده. على المونيتورنج سيستم اوكيبايد، وقعد 3 ايام، هو حاجز في 3 سنسور ايام، انت كده. مالك؟ انليس بقى مثلا هو عايش شهر ومات اول يوم فسبته 29 يوم لغايه لما ريحته طلعت. بس هو لو جه قعد يومين 3 فهتقفشه يعني. أنا من غير ما بتصير بالفنادق ايوه. بتصير. انا بقى انا ممكن اقول لحضرتك مثلا حاجه زي دي بنعرفها ازاي. في سنسور ديتكشن للموشن من المونيتورنج بورتال، بتقدر حضرتك تعرف امتى اللاست موشن كان جوه الاوضه، امتى اللاست موشن. ده رادار سنسور بقى، ده اللي انا مم. بقول لك عليه، ده لسه نازل قريب في شركه مش فاكر اسمها ايه، بقيت تحط السنسورز والله بجد في حقيقي مش تهريج يعني. لا مش فاكر فعلا، مش فاكر فعلا. بس اللي انا اكتشفته يعني، انا كان ليا صديقه في عايشه في المانيا، كانوا بيعملوا سيستمز للالدر هاوسز اللي هو البيوت اللي بتاع الناس الكبار. مظبوط. عايز يديتكت الراجل ده اذا كان ماشي ولا قاعد ولا وقع. فهو زي ما تقول بيرسم له بروفايل اصلا، بيشوف حركته اكنك مش حاطط سنسور، حاطط كاميرا. فلو وقع والوقعه دي حصل اي مكان والنسيات بتاعته قد ايه. انا هوريكم فيديو بالظبط. فالسنسور ده بصراحه يعني اعتقد لو اتطبق صغير كده بتحط هغير الجزء بتاع الهيلث كير للناس الكبيره بالظبط. ومادام هو دخل في الهيلث كير سيكتور اكيد هيخش في الهوسبيتاليتي، ويعني ارجو ان دخلوا عليه. السنسور ده بيطلع ايه يا هندسه اللي هو الرادار ده؟ بس انا كان هو قصدي بيسال الرادار عادي، ده، هو المفروض احنا قاعدين بنفهم من بعض. بيسال الرادار ده ازاي انا اقدر اعمل له انتجريشن مع الجي ار ام اس او الكين اكس. السنسور الرادار ده يعكس البتاع. بس لا عادي، ما هو اصل هو الرادار سنسور ده يعني هو في الاول وفي الاخر سنسور، يا شغال دراي كونتاكت او 220 او شغال بص. فاللي انا شفته اللي هو بينزل منه فيرجن سكان اكس. وانس اللي هو نزل فيرجن سكان اكس نفتح بقى الاي تي اس بتاعه واقعد بقى بس انت نلعب بقى في الاوكيبايد. هو يمكن شويه الميزه عند اكس براند ان لو شفتوا الاي تي اس هتلاقيه بيصعبها على البراند ويسهلها على الانتجريتور، عشان هو قلب ان واحد يكتب لوجيك من اللي هو قاعد بيعمل تك سولد ان سولد اوكيبايد ان اوكيبايد جيست امبلوي، قاعد بيتك وقاعد بيربط جروب ادرسز بنفس الاسم. تمام. وكل فتره بيحصل ديفلوبمنت للسوفت وير، بحيث ان كل ما بيكتشفوا ان في لوجيك مكرر، لا والله انا هعمل لوجيك ده في الفيرم وير وانزله، بحيث ان هو الراجل يتك مش عايزينه يعمل لوجيك يغلط. انا مش عايزه يغلط، عشان لما بيغلط ما بيسوقش سمعته، بيسوق سمعه البراند للاسف. تمام. ناس يقول لك ده البراند ده مش عارف ده وحش، مع انه هو ممكن يكون جوه